لو ما قدرتش تكون الأول في فئة معينة، اصنع فئة تكون الأول فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الفل. القانون الثاني في ال 22 قانون للماركتينج بتوع The 22 Immutable Laws of Marketing لآل ريس وجاك تراوت بيتكلم على The Law of Category أو قانون إنك تصنع فئة خاصة بنفسك. قلنا في الفيديو اللي فات The Law of Leadership إن أنت تكون الأول في حاجة، بس افرض أنا مش عارف أكون الأول في حاجة. مش كل البرودكتس لازم تبقى اختراع، لازم تبقى جاية من العدم. لو ما جيتش الأول، اصنع فئة تكون الأول فيها. الكتاب بيدي مثالين كويسين جدا، مثال على أبل ومثال على ديل. أبل ما كانتش أول شركة موبايلات تبقى موجودة في السوق، لكن أبل كانت أول شركة موبايلات تبقى موجودة في السوق فول تاتش سكرين وفيها الابلكيشنز، وده صنع فئة خاصة بها موجودة في السوق. ديل كمان ما كانتش أول شركة كمبيوترز موجودة، لكن كانت أول شركة كمبيوترز بتبيع الكمبيوترز بالتليفون. بالبساطه دي قال ريس وجاك تراوت وكمان ألان ديب في كتاب تاني بيتكلم ان انت ما خليتش هنا المقارنه ابلز تو ابلز، بقت المقارنه ابلز تو اورنجز. لان انت النهارده مش بتتكلم على فكره الفيتشرز او المزايا او العيوب اللي موجوده في المنتج، لكن في حاجه عندك زياده ما حدش بيقدمها غيرك. المثال كمان ده بينطبق على فكره لو انت راح تفتح محل موبايلات في شارع كله موبايلات، بيقول لك والله لا، ما تفتحش موبايلات عادي، افتح موبايلات صيني بس، او تخصص في الايفون بس. عشان لما يجي واحد في اول الشارع يقول لك لو سمحت عايز اشتري موبايل صيني، يقول له في واحد في اخر الشارع هو اللي بيبيع الموبايلات الصيني. حددت لنفسك فئه، بقيت انت الاول فيها في الشارع ده. The Law of Category من وجهة نظري هو واحد من أهم القوانين في الماركتينج، إنك لو هتنزل بمنتج معين أو بتسوق لمنتج معين، لازم تجد لنفسك صفة مميزة أو فئة مميزة تكون الأول فيها وأول حد يعملها. وبس كده يا سيدي، اعمل فولو وقول لنا رأيك في الكومنتس.